فيلمنا بيبدأ في حلبة قتال، وبيكون في شاب واقف اسمه روبرت، وبيكون قدامه ترابيزة أسلحة ولازم يختار سلاح علشان يبرز بيه. وفجأة بيعدي سهم من جنبه بس بيتفاداه، لكن في سهم بيصيبه بس بيقوم وبيفضل يجري ورا اللي بيضربه لحد ما بيوصل عنده وبيقتله بالسكينة. بعد كده بتوصل المذيعة وبتهني روبرت وبتسأله إذا كان هو الأصلي ولا نسخة منه، فبيقول لها إنه روبرت مات وإنه بقى عايش مكانه كأنه الأصلي بالظبط وبيقدر يعيش حياته الطبيعية. بعد كده بنروح لسارة، ودي بتكون بنت عايشة لوحدها ومقطوعة من شجرة، وبنشوفها وهي بتجيب طلبات من السوبر ماركت وبترجع بيتها عادي. بعد كده بتكلم حبيبها بيتر فيديو كول وبتقوله انه وحشها جدا، وبتبدأ تطمن عليه وبتسأله عن أحواله، فبيطمنها على نفسه وبيقول لها ان الحال ماشي والشغل بتاعه فترة قليلة وهيخلصه ويرجع لها علشان يقعد معاها. فبتقول له ينجز علشان هو وحشها وانها زهقت من الوحدة، وبتقول له بعد كده انها لازم تقفل لان الوقت عندها اتأخر خلاص ولازم تنام علشان تعبانة. ولما بتقفل وبتخش تنام بتحلم حلم غريب، وهي انها بتكون قاعدة مع امها في مطعم وامها بتديها العملات اللي كانت بتجمعهم طول حياتها. لكن الغريب ان سارة بتبدأ تاكل في العملات بشكل مريب، وبسرعة وفجأة بترجع سارة كل العملات اللي اكلتها على الاكل اللي على الترابيزة. ولما سارة بتصحى من النوم بتلاقي المخدة بتاعتها مليانة دم بيكون نازل من بقها، فبتاخد سارة الملاية علشان تغسلها وبتستحمى. وبتروح بعد كده المستشفى علشان تشوف ايه الحوار ده، ولما بتروح بتسألها الممرضة حالتها طوارئ ولا عادية، فبتقولها سارة انها حالة عادية، فبتديها الممرضة استمارة علشان تملاها، وهي بتكتب فيها بتنزف فجأة، وبتفهم الممرضة انها حالة مستعجلة ولازم تدخل للدكتور حالا. وبتدخل أوضة علشان تعمل تحاليل، وبيكشفوا بعد كده عليها وبتتحجز اليوم ده في المستشفى. وبالليل بتكلم بيتر وبتقوله انها تعبانة جدا وعايزة جنبها، فبيتضايق جدا بيتر من كلامها وبيقول لها انه مش هيقدر يسيب المشروع اللي في ايده ويجي دلوقتي. فبتزعل سارة جدا من كلامه، وتاني يوم اما بتقعد مع الدكتورة بتطمنها انها هتخرج خلاص. ولما بتسأل سارة عن حالتها بتقول لها انهم ما يعرفوش اصلا حالتها ايه لان النتائج لسه ما طلعتش، لكن قعدة المستشفى كده كده مش هتفيد بحاجة، ووصتها الدكتورة انها لازم تلتزم بالراحة التامة. وبالليل لما بترجع سارة بيتها بتقرر انها تاخد بالها من صحتها، وبدأت تروح الجيم وتلعب رياضة، ومش بتكون حاسة انها تعبانة وبتكون حاسة ان صحتها كويسة جدا. ولما بترجع من الجيم بتكلم بيتر حبيبها وبتقوله انها بقت احسن دلوقتي وانه كان مجرد دور برد مش اكتر، ومحتاجة تاخد بالها من نفسها بس. وفجأة بتلاحظ ان بيتر سرحان، فبتسأله ايه اللي واخد عقلك، بيقول لها انها كتبت رقمه هو بدل رقمها في المستشفى وان التحاليل وصلته، وبتقول ان عندها مرض صعب جدا وكمان نادر وانها ممكن تموت قريب لان مفيش اي علاج ليه. وبتتصدم سارة من اللي عمالة تسمعه وما بتبقاش عارفة تعمل ايه. وبتروح بعد كده سارة تتأكد من الكلام ده، وفعلا بتقول لها الدكتورة انها عندها مرض خطير جدا في المعدة وانهم لسه ما اخترعوش علاج ليه. ولما بتسألها سارة نسبة نجاتها قد ايه بتقول لها الدكتورة مفيش نسبة اصلا، انت كده تعتبري ميتة وابدأي جهزي جنازتك لان مفيش امل، لكن في حل بديل وهي انها تعمل استنساخ منها، وبكده محدش هيحس انها ماتت. وبتديها الورق فعلا علشان تفهم الدنيا اكتر. ولما بتروح سارة بتبدأ تقرأ أكتر في الموضوع على النت، وبتشوف فيديو لواحد اسمه توم وبيقول فيه إن الاستنساخ ده معجزة العصر وإنه هيكون اختراع مهم لأن بسببه الميت هيقدر يسيب نسخته علشان اللي بيحبوه ما يزعلوش عليه، وإن المستنسخ ده كده كده بيكون هو نفس الشخص الميت وبيكون عايش مع عيلته عادي وهو ميت أصلا. وبتقتنع سارة بالكلام وبتروح مركز الاستنساخ علشان تعمل النسخة بتاعتها. لكن لما بتعرف ان الاستنساخ ده هيتكلف كام بتقول للدكتور انه غالي جدا، لكن الدكتور بيقول لها ان دي هتبقى نسختها فممكن تدفع مبلغ دلوقتي والباقي تبقى تدفعه نسختها. فبتقتنع سارة بكلامه وبتعمل عملية الاستنساخ فعلا، وبتسلم سارة على نسختها وبيكونوا هما الاتنين واحد فعلا. وبينصحها الدكتور انهم لازم يقعدوا مع بعض كتير جدا علشان بيساعد النسخة انها تبقى شبهها اكتر. وفعلا بيركبوا العربية سوا، وطول الطريق بتفضل النسخة تسألها عن معلوماتها الشخصية. ولما بتسألها النسخة ايه هي أكلتها المفضلة بتقولها سارة انها بتحب الأكل المكسيكي جدا وبتكره الأكل الفرنسي.
وبتبدأ النسخة تعرف عنها معلومات أكتر عن شخصيتها. ولما بيروح البيت بتعرف إن ده بيتها وهي ساكنة فيه مع بيتر حبيبها، لكنه دلوقتي مسافر في شغل وقرب يرجع. بعد كده بتحكي لها سارة عن طريقة لبسها وإنها مش بتلبس أي حاجة وخلاص. وبعد كده من عيشة النسخة مع سارة بتبدأ سارة تتعصب منها لأنها بقت تاخد دورها وتعمل زيها حتى في أبسط الحاجات، وإنها بقت تخلي سارة مهمشة وملهاش قيمة، وإن الاستنساخ ده هو الكل في الكل. حتى بيتر لما رجع بقت تقعد معاه أكتر منها. وفي مرة بيعزمها بيتر على العشاء وبتكون سارة واقفة قدامهم عادي ولا كأنها واقفة. لا ده كمان النسخة المستنسخة بتسألها هي ليه ما ماتتش لحد دلوقتي. ولما بتروح للدكتورة تاني يوم الدكتورة بتقول لها انها بقت سليمة بشكل مفاجئ، وانها مش فاهمة ازاي ده حصل وان دي معجزة. ولما بتسألها سارة هتعمل ايه في النسخة بتاعتها دي والمصاريف اللي دفعتها فيها، فبتقول لها الدكتورة ان النسخ دي بتكون للناس اللي بتموت بس، فقانوني انها تروح مركز الاستنساخ وتلغي نسختها. فلما بتنزل سارة من عند الدكتورة ما بتبقاش عارفة تفرح ولا تزعل، فبتصوت في العربية بتاعتها وبتقرر تروح لأمها تفضفض لها. بس بتتصدم إن بيتر والنسخة عندها، والأم بتعامل النسخة كأنها بنتها عادي، وده لأن الأم أصلا ما بتبقاش عارفة حوار الاستنساخ ده. وبتكون سارة متضايقة جدا من معاملتها لنسختها لأنها حست إنها خدت حياتها كلها وبقت كأنها هي خلاص. وبتبدأ سارة تقول لأمها إن اللي جنبها دي نسخة مش الأصل، لكن أمها مش بتصدق وبتخرج من البيت وبتاخد بيتر معاها وبتعاتبه على إن إزاي يحب النسخة أكتر منها. فبيقول لها بيتر إنه بيحب النسخة جدا لأنها تهتم بيه مش زي ما هي بتعمل. ولما بتحاول سارة تدخل البيت تاني بتقفل أمها كل المداخل كأنها مش بنتها. ولما بتروح البيت بيجيلها مكالمة المحامية بتاعت النسخة وبتقول لها إن النسخة رفع عليها قضية لأنها مش عارفة تعيش بسببها، وبتقول لها إنها لازم تلجأ للقانون علشان واحدة بس اللي تعيش. ولما بتروح سارة للمحامي بتاعها بتعرف إن كده في قضيتين، واحدة ضد النسخة وواحدة ضد سارة، وعلشان المحكمة تحكم بالعدل لازم يحصل مبارزة بينهم حتى الموت، واللي هتقتل التانية هي اللي هتفوز وهي اللي هتعيش. وبينصحها المحامي إنها لازم تشوف مدرب كويس، وبيقول لها إن أي اعتداء على النسخة هتتسائل قانونيا، فبتستنى شوية لحد النطق بالحكم. فبتستنى سارة وبنعرف ان الكلام ده بيفسر اول مشهد في الفيلم، وهو ان روبرت الاصلي حارب نسخته وكان هيقتلها، لكن النسخة كانت اقوى وهزمته وقدرت انها تتغلب عليه. ولما بتروح سارة لبيتها علشان تلم حاجاتها علشان هتسيبها للنسخة، بيتر بيقول لها وهي ماشية انها تسيب مكنة القهوة والكنبة بس، لان البيت كده كده شكله هيتغير، لان النسخة مش عاجبها التصميم وكده كده هتغير في البيت كل حاجة. وبتروح سارة البيت تاني، وطبعا أول حاجة بتعملها إنها بتدور على مدرب كويس. فبتتواصل مع مدرب وبيقول لها إنها قدامها سنة واحدة بس لحد المبارزة، وإنها قدامها حلين، الأول هي إنها تتعلم كل حاجة هيقولها أو تخرج من الباب ده وتقضي السنة بتاعتها خروجات وفسح. وبعد كده بتقول سارة إنها مش جاية تلعب وإنها عايزة تتدرب كويس، وبتبدأ تتمرن تمارين علشان تعلي لياقتها. لكن سارة بتتعب بسرعة لأنها مش متعودة على المجهود ده، فبيقول لها كفاية كده النهاردة، وبيديها شريط فيلم علشان تتفرج عليه علشان تقوي قلبها شوية، وبيكون الفيلم عبارة عن حاجات دموية بس. وبتروح له تاني يوم وبتقول له انها فهمت قصده من الفيلم ده، وانه اداهولها علشان تتعود على شكل الدم وما تبقاش خايفة وقت المعركة. وبيكون مبسوط انها فهمت لوحدها، وقال لها انه هيديها السلسلة كلها، وبعدين بيدربها على تمارين جديدة وبيعرفها الأسلحة الموجودة وبيعرفها امتى تستخدم كل واحد فيهم، وبيخليها تشوف جثث كتيرة وبيعرفها طريقة موت كل واحدة. وبعد فترة كبيرة من التدريب بيبان عليها انها بقت شاطرة جدا في المبارزة، وبتبدأ سارة تجهز نفسها نفسيا وكمان اللبس بتاعها علشان ما يبقاش في حاجة ناقصاها. وبعد كده بيجيلها مكالمة بتعرف منها ان المبارزة اتأخرت شهر، فبتتضايق سارة، لكن بعد كده بتحس انها ممكن تتدرب اكتر علشان تبقى اقوى، لكن مش بيكون معاها فلوس تكمل التدريب. فبيقول لها المدرب انه هيعمل معاها صفقة، وهي انه تعلمه الرقص وهو يعلمها المبارزة. وفي يوم بيعمل لها
اختبار أسهم، وبيقول لها تقتل كلبه علشان بقى تعبان خلاص ولازم يموت. فبترفض سارة تعمل كده، فبيقول لها إنها لسه جواها خوف من القتل. وساعتها بتلمح سارة النسخة وبتصوب عليها السهم، لكنه بيجي في كلب معدي بالغلط، فبتجري وراها بسرعة جدا ومش بتقدر تلحقها. وفي الطريق بتشوف بنتين توأم، وبتقول لها واحدة منهم إنها لسه شايفة واحدة شبهها وإنها أكيد أختها التوأم. وبتمشي سارة وراها لحد ما بتروح للنسخة وبتقعد معاها، وبتقول النسخة إنها ما كانتش فاكرة إن الدنيا هتتعقد كده، وإنها ما بقتش طايقة بيتر ولا العيشة معاه. وبتقول لها سارة إن الكلام اللي بتقوله ده ملوش لازمة، لأنها بقالها سنة بتتعلم المبارزة علشان تقتلها هي بالذات. وبتقول لها النسخة إنها عندها حق طبعا، وإنها مستنية اللحظة دي، وبتطلب منها النسخة إنهم يروحوا مكان وهو ساحة بيكون النسخ قتلت أصحابها أو العكس. وفي الحالات دي بيكون الشعور بالذنب هو العامل المشترك بينهم. لكن بتتعصب سارة وبتقول للنسخة إن ده كله كلام عبط، وإنها برضه هتقتلها من غير ما تحس بالذنب. وفي الوقت ده رئيس الاجتماع بيطلب من الكل انهم يسكتوا، وبيطلب من كل حد انه يكتب رسالة لنسختهم او للشخص الحقيقي، والكل بيقول رسالته لحد ما بيجي الدور على نسخة سارة، وبتقول فيها انها مش عايزة تموت وفي نفس الوقت مش عايزة تقتل سارة. ولما الجلسة بتخلص بتقول سارة للنسخة انها اتأثرت بكلامها، وانها مش عايزة حد فيهم يموت، وانهم ممكن يعيشوا سوا لكن لكل واحد حياته الخاصة. وبتقول لها النسخة انهم كده كده هيتفقوا مع بعض لان في حاجات كتير مشتركة بينهم. وفعلا تاني يوم بيتفقوا انهم هيهربوا قبل ميعاد المعركة، وبيروحوا بعد كده للغابة علشان يهربوا ويبدأوا حياة جديدة. وبعد ما يدخلوا الغابة بتتكلم سارة وبتقول للنسخة ازاي افكارها اتحولت كده وما بقتش عايزة تقتلها خلاص، وان الخلافات دي ازاي ما بقتش موجودة دلوقتي. لكن النسخة ما بقتش ترد على سارة، وفجأة النسخة بصت لسارة برضو وهي ساكتة، وبتكون سارة وقتها تعبت جدا وبتنزف، وده بسبب ان النسخة كانت حاطة سم في المية اللي شربتها لسارة في الطريق. وبتموت سارة في ساعتها، وبتروح النسخة بسرعة لمكان المبارزة على إنها سارة الحقيقية، وبتقول إنها اتأخرت علشان عربيتها اتعطلت وإنها ما تعرفش نسختها فين. لكن طبعا البوليس لازم يعرف دي الأصل ولا النسخة. وبعد التدوير كتير مش بيلاقوا جثة سارة، وبيشهد بيتر وأمها إنها سارة الحقيقية وبتكسب القضية. لكن بعد مدة بتحس بالذنب بسبب اللي عملته في سارة، وبتركب العربية وبتمشي في الشوارع وهي باين عليها الندم. لكن بعد ما الأوان فات. وبكده يكون فيلمنا خلص. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه القصة اللي حابين نقدمها المرة الجاية.